بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الحقيقة يا جماعة جالي أسئلة كتير جدا من ناس مبتدئين، وأسئلة مهمة جدا، ويمكن الهوى الكبير أصلا محتاج يسمع إجابة الأسئلة دي. أول سؤال: في ظل الغلاء اللي احنا فيه وغلاء الكلفة، إيه الأنواع اللي أنا ممكن أربيها ويعني وتدخل لي دخل كويس ودخل سريع وتلم مصاريف الكلفة والعلاجات والكلام ده؟ عايز اقول لك بس حاجه، انا وعدتك انا ارد عليك في السؤال ده، بس عايز اقول لك ان اهم حاجه في هوايه الحمام ان انت تربي النوع اللي انت حابه او النوع اللي انت هويه. يعني في ناس بتربي بيبان وقعت حاليا في السوق، بس لغايه النهارده محافظين على مستواها ومستويات الحمام واسعار الحمام بيبيعوا كويس. ومش عايز برضو اقول لك يعني تخصص في نوع او اتنين بس، لا ده صعب جدا. وانا عن نفسي بحب كل انواع الحمام، وبيشدني الفرد اللي مستواه عالي والفرد الطفره في كل انواع الحمام بمنتهى الامان. انا غايتي الاساسيه يا جماعه هو الزاجل، غايتي الاساسيه هو الزاجل. انا يمكن بربي الانواع التانية ديت عشان اصرف على الحمام الزاجل، لان الزاجل بيبقى يعني دايما بيحتاج مصاريف، دايما بيبقى عايز تطور ويعني وبذل جهد مادي ويعني ومعنوي، وبيبقى نتائجه بقى ايه، ونتائج حصادك على المدى الطويل. ويمكن اصلا بنخسر اكتر ما بنكسب في الحمام الزاجل، بس هي هوايه. الزينه ممكن يربح معاك اصلا اكتر من الزاجل. انت لو انت هاوي، ناس اتكلمت طبعا في الفتره الاخيره دي برضو عن الحمام اللحم الفرنسي. الحمام اللحم الفرنسي ممتاز جدا، بس عايز اقول لك برضو ان الحمام اللحم الفرنسي، ما هو يعني الجوز ده غالي، هيتباعه بكام؟ ب 200 جنيه مثلا، ب 250 جنيه، ب 300 جنيه. في انواع كتير ممكن انا ابيع جوز زغلول ب 2000 وب 3 وب 5 فيما فوق. انواع زي ايه مثلا؟ هقول لك زي مثلا البخارة، المستويات العالية والطفرات، الدبل كريست، الالوان المميزة، الاصفر وغيره. زي المفتلات اللي كتاف صفرة. زي مثلا الكلارات بترجع تاني يا جماعة، الكلارات وبقوة. وبرضو الناس اللي هي غاوية مثلا الهزازيات، الفانتيل يا جماعة، يعني الضوء بيتسلط عليه في الفترة الحالية ديت، خاصة في الدول العربية الشقيقة، زي ليبيا والكويت والسعودية والبحرين. شفنا أكتر من هو مصر شهير يعني طلب منه طلبيات وصدر بالفعل وبأسعار ممتازة جدا لناس محترفة، ناس تمسكت بالباب بتاعها، حافظت عليه، اشتغلت على نفسها كويس، صبرت، ما يعني خلل السوق وهز السوق، ما يعني ما هزيش فيها حاجة. والثقة بنفس الهاوي هو أهم حاجة زي ما قلت على حضراتكم قبل كده. أنواع تانية برضو زي الكينج المستوى العالي، في أسعار جامدة يا جماعة برضو. انا معلش بقى لما اربي لي جوز كينج وجنبيهم مثلا جوز خدامات او جوزين خدامات، ربنا برضه يكرمني، معلش لما ابيع فرد شاب ب 2000 وب 3 وب 5 وب 6 وممكن يوصل ل 10000 جنيه، غير ما اقعد ابذل جهد واكتر في الحمام واربي بقى حمام حمام يعني جوز ب 200 جنيه و 300 جنيه، مش هيجيب اصلا اكله. حتى لو انت كسبت في الجوز 100 جنيه ولا تعبك ولا بهدلتك. فانا يعني كنا بنسمع الاول، عشان انت هو مبتدئ، هات جوز حمام رخيص جرب فيه. عايز تجرب جرب، مفيش مشكله، هات لك جوز او اتنين، واحد بس، وهات لك جوز غالي ايا كان بقى اتجاهك في الهوايه وحبك للهوايه للنوع هو. جيب جوز غالي من حد ثقه، يكونوا شباب وحصنهم مهتم بيهم. الجوز دول ممكن ربنا يكرمك منهم وينساهم سنه، الانتاج اللي يطلع منهم ما تبيعوش وتتسرع، حطه في عينه وحصنه واهتم بيه، ان شاء الله على مدار سنه ممكن تعمل لك مثلا 5 6 جواز او 7 8 جواز من النوع ده. تمسك قرش جامد في اللحظه ده يا جماعه، بتحس باحساس جميل جدا ان انت كسبت من الحمام. وزائد بقى حاجه تانية اللي هي الكل بيجري وراها يعني وبتعمل حتة فرح ووضع نفسي لدى الهواة، ان انت الناس بتعرفك والناس بتكلمك، بيكون عندك باب كويس، رضا بيكلمك وفلان بيكلمك الجوز بكام، فرق ده مستواه ايه، بتاخد ثقة، بتديك دفعة لقدام ان انت تدفع في فرد غالي وتدخل فرد غالي وتحسن حمامك وتحسن مستواك في اللحظة ده يا جماعة.
يعني بمعنى ان انا ببدأ من حيث انتهى الاخرون. اوعى حد يضحك عليك وانت مبتدئ ويقول لك هات حمر رخيص وجرب. كان زمان كانوا الكلفة كويسة النهاردة من 20 جنيه وانت طالع. الشعب النهاردة ب 18 جنيه، ومش هتلاقي كمان ب 18 جنيه. اقل كلفة تقدر تأكلها لحمامك من 20 وانت طالع، و25 و26، وبنعمل كلفة على ايدينا يعني بتكمل ال 30 جنيه. فدي برضو مهم، حاجات مهمة جدا. الكلام ده مهم جدا، يعني انا حابب ان المبتدئ يسمعه، وان الهاوي برضو اللي مش جريء يسمعه، اللي قلبه ميت رزقه واسع. يعني الحمام الرخيص بيعيا والحمام الكبير بيعيا، وده بتاع ربنا. بس انت لو اهتميت بحاجة غالية افضل لك في ظل الغلاء اللي احنا بنتكلم فيه. علبة الادوية النهاردة بفلوس والدنيا مش مظبوطة. دي برضو حاجة مهمة جدا. طيب بالنسبة لعلاجات الحمام وأمراض الحمام، أمراض الحمام يعني سهلة جدا وعلاجها بسيط جدا، بس احنا اللي بنوتر نفسنا وبنحمل على نفسنا الخوف وقلق بيوصل أصلا العقلية اللي بتعالج فرد الحمام إن هو يموته. بمعنى إيه الكلام ده؟ بمعنى إن مش مثلا عندك فرد حمام عنده تعب أقعد بقى أشتغل بالمضادات الحيوية. المضادات الحيوية يا جماعة آخر حاجة ممكن تلجأ ليها يعني في الحالات الصعبة. وفي حالات صعبة جدا ما بتبقاش محتاجة مضاد حيوي، بتبقى محتاجة مطير معوي، بتبقى محتاجة رافع مناعة، بتبقى محتاجة مضادات سموم. المشكلة في الحمام واللي بيصعب علاج الحمام وتشخيص الحمام يا جماعة هو تشابه الأمراض ببعضها. يعني ممكن التهاب كبدي وسموم فطرية، ناس تقول لك ده سالمونيلا. طبعا مع اول جرعة علاج في الحالات دي لمضادات السالمونيلا او المضادات الحيوي في الحالات دي بيدمر الكبد والكلى اكتر ما هم، بيقلل الجهاز المناعي في الطير، بيقلل البكتيريا النافعة، بيديله الضربة القاضية. فمهما بقى تقعد تعالج العلاج التشخيص الغلط يوم واحد يا جماعة بيأخر الفرد وممكن يعني يؤدي به الى الموت. فيعني انا بنصحك بلاش تتدخل بالمضادات الحيويه، لان في حالات كتير جدا لما بتدخل المضاد الحيوي بتموتها، ما عادش بيبقى ليها علاج. خليه في الاخر خالص. اهتمامك بالاعشاب الطبيعيه يعني كوقايه ممتاز جدا يا جماعه. انا اعرف ناس وانا شخصيا عندي الاعشاب الطبيعيه ما بستغناش عنها، انا ما بلجاش المضاد الحيوي ده غير عندي حالات ضئيله جدا يعني. دي برضو حاجة مهمة هتفيدك كهاوي حمام. الحاجة برضو اللي عايز اتكلم فيها، الناس اللي بتأكل علف للحمام، انا مش عايز اقطع رزق حد. العلف ده يا جماعة مضر جدا للحمام. العلف ده انت كإنسان لو كلت لانشون او اي لحوم معلبة مصنعة، زي ما تاكل مثلا لحمة او تاكل مثلا فراخ او كلام من ده، طبعا لا، طبعا الحاجه دي يعني بتفيد ما بتضرش، والحاجه دي بتضررها اكتر من نفعها. فكنت عند حد حبيبي يعني بنشوف الحمام بتاعه تعبان، كان بياكل علف يا جماعه، وشرحنا اكتر من فرد. الحمام كان عنده سموم فطريه، كان عنده مشاكل الكنكر، كان عنده اكتر من 5 نوتي عندهم تليس على المبايض. نوتي وقفت مره واحده. مش هتفرح ان الحمام قاعد بيشتغل عندك، ما هو يقوم وقف مره واحده. ما هو الفرد الحمام ممكن يبقى عندها تكيس او عندها شحوم وتبيض برضه، بس هتقوم جايه واقفه مره واحده. ممكن الفرد اصلا خصوبتها عاليه غصب عنها يعني ايه بتاكل وبتنتج وتقوم واقفه مره واحده. يعني الكلام في الحمام مش هيخلص، بس اللي عايزك تهتم بيه هو يعني ان انت تهتم بنظافتك بكلفتك بصحة حمامك، هو اهم حاجة. اللي عايز برضه اقوله ان المكان اللي انت بتربي فيه حمام هو 90% من نجاحك في الهواية. يعني المكان عندك لو صحي فيه تهوية كويسة، بيدخل له شمس، خلي بالك من الشمس دي مهمة جدا للحمام. فيتامين د 3 مش وبس كده. في ناس تقول لك بعوض الشمس مثلا بفيتامين د 3 البشري زي الاوستوكير او فيتامين د 3 او كلام من ده، غلط. الشمس اولا مهمة جدا لريش الحمام، مهمة جدا لصحة الحمام، لعظم الحمام، مهمة جدا، بتقوم الامراض. هي الشمس مش د 3 بس، الف د 3 لا، الشمس بتقوم الامراض وبتقوم جميع الامراض. في طيور جدا كتير جدا ما بتطولش الشمس، المرض ما بيسيبهاش. وفي طيور اصلا بتتعب وتحط في الشمس شويه بتروق، سبحان الله. فالشمس مهمه جدا. لو انت بتسمع انه بتعمل لفته او بتعمل عشه جديده،
حاول تعملها في اتجاه يدخل له الشمس والهواء المتجدد. وطبعا في الصيف التهوية غير الشتاء. الشتاء مثلا التهوية بتبقى يعني بقفل البحري، بهوي الحمام، بدخن كده عود بخور كده وبشوف في الهواء. المرحوم محمد فتحي البالي كان عشان يكتشف التهوية في اللفتاتو كان يولع عود بخور كده ويشوف الدخان اللي طالع ده هيختفى بعد قد ايه. فلو ما كانش اختفى بيعرف ان في مشكلة، فاختفى بسرعة بيعرف ان الهواء متجدد في المكان. برضه مهمة جدا يا جماعة. احنا بنتكلم دلوقتي بصورة عامة، ان شاء الله نشرح لحضراتكم برضو الانواع اللي شغالة في السوق حاليا، وهنشرح لحضراتكم برضو العلاج بالاعشاب وكل حاجة ان شاء الله تبقى عملي ونظري. بس انا حبيت ارد على الاستاذ او المبتدئ الغالي. انا بهتم بالمبتدئ اكتر من الهوا الكبير، لان احنا كلنا كنا مبتدئين. وسؤال المبتدئ بالذات يعني بهتم بيه وبيأثر فيا، لان انا يعني بحس ان في ناس كتير جدا مهملة في المبتدئ او بتريح دماغها. هو مهما كان السؤال سهل بالنسبة لك، بس بيبقى هو بالنسبة له بيبقى بداية طريق نور. لازم ما نأملش في سؤال المبتدئ. اي حد حابب يسأل على حاجة اكتبوا لي في التعليقات، وانا تحت امر الجميع وهرد على كل الناس. وان شاء الله برضه هنعمل لحضراتكم بث مباشر ان شاء الله. بس هو الوقت بس بقى غصب عننا. لو اول مره بتشوفنا ومش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتشرفنا، محتاجين دعمكم. وما تنساش الشير وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.